انا مش مؤمن قوي بالحظ، بس مؤمن ان الشخص يكون مستعد للفرصه. كان زمان الناس تفتح المحل تقول يا فتاح يا عليم ازيك يا كريم، وتخش قدام المحل كده ويبدا يبيع. النهارده صعب جدا، النهارده لو ما عندكش اونلاين سيلز تشانل تعمل بيها تسويق قوي للبراند بتاعك ولمنتجاتك مش هتبيع حاجه. احنا كنا الشركه الوحيده بتفيد قوي. المشكله اللي حاصله الناس قاعده في البيت عايزه تشتري، مفيش محلات مفتوحه. المولز كانت بتفضى من البراندز الكبيره اللي بتبيع ملابس بيت. طب احنا براند مصري بتصنع في مصر وسبلاي تشين كله في مصر، كل يوم بنعمل حاجه، كل يوم وبتتكعبل وبنقف قدام مشاكل، بس كل يوم بنقوم من النوم الصبح بنعمل ان شاء الله خطوه عشان نوصل اللي احنا عايزينه. احنا تو اس هوم وير، احنا شركه عائليه بدات في 1985. والدي اللي بداها. تو اس دي ستاندز فور اسم والدي واسم والدتي سميه وشحاته. ابويا كيوت مسميه البراند على اسمه هو ووالدتي. بدأنا في 85، كنا مجرد محلات بتبيع لبس بيت. ما كانش فيه منتج باسم تو اس، كنا mainly بنبيع منتجات لبراندات تانية. بدأنا في 1985 بمحل في أرض الجولف صغير 35 متر. والدي أصلا مهندس نسيج خريج فنون تطبيقية، وجدي تاجر قماش من زمان جدا. شغل الملابس أو التجارة فأنا واخدها عن جدي وعن والدي. بعد كده فتحنا في مدينة نصر، كده فتحنا في التجمع الخامس لغاية 2017. وبعد كده بقى الحمد لله ربنا كرمنا، احنا النهارده 20 فرع. عندنا في كل مولات مصر تقريبا فروعنا، وبنبدا وعندنا فرعين بره القاهره، واحد في طنطا واحد في اسكندريه. من اول كيو 2 السنه دي ان شاء الله هنبدا نفتح في محافظات تانية ان شاء الله. اتخرجت في 2012، لقيت والدي ربنا يديله طول العمر عامل بيزنس موديل عظيم جدا. في اكتر من شركه بتبيع ملابس في مصر، في عندهم اس كيو ناجح جدا. والدي كان عامل محل في كل الاس كيو دي متجمعه كلها في مكان واحد. لقيت محلات شغاله، محلات في اماكن كويسه. بدات ان انا ابني على الفكره دي، ولكن ما كانش في سيستم بيلم المحلات دي ببعض. قصدي بسيستم يعني سوفت وير، ده رقم واحد. رقم اتنين، يكون في دوره مستنديه قويه بتمانج المحلات دي. مش هقول شركه ساعتها لان احنا ما كناش شركه محلات صغيره. يعني والدي خلفني وعنده 45 سنه، وجاله فتره واحنا مثلا عندنا هو عنده 60 سنه مثلا، كان تعب شويه، خرج من المستشفى واخد قرار ان هو لازم نشتغل معاه ولازم يشربنا الشغلانه. بس كنت انا عيل صغير، انا واخويا بنلعب في الشارع عادي زي اي عيال. وبعد كده كان بياخدنا معاه الشغل، وكنا بدأنا بقى بنقف بياعين في المحل وبنمسح المحل. وكان عندنا مخزن والله انا فاكره، كان اوضه مثلا 4 في 4. من كتر ما البضاعه اللي فيه ما ينفعش حد، ما كانش فيه ممر، كنا نخش ننط كده فوق ونحضر البضاعه في ورقه على ورقه ونحطها في العربيه. فوالدي كان بيصر ان هو ياخدنا معاه الشغل، وكان بيصر ان هو يعلمنا الشغل. وانا صغير كنت متضايق الصراحه عشان كنت عايز العب مع العيال في الشارع، بس لما كبرت عرفت قيمه اللي هو عمله لنا الصراحه. وهو والدي بصراحه شخص عظيم جدا، يعني انا ادين له بكل اي تربيه ربها لي، ووالدتي طبعا. بس والدي بقى اللي رباني كبزنس ورباني في الدنيا يعني، وقرص علينا، بس الحمد لله جت بمصلحه يعني. والدي اول ما بدا ما كانش بيبيع لبس بيت اصلا، كان بيبيع لبس خروج، وكان محل واحد في مصر الجديده. كان بياخد من المصنع، بياخد البضاعه دي يقول له بص شايف المخزن اللي تحت ده، نقي منه اي حاجه انت تعجبك وبيعها. يروح يحطها في المحل ما بتتباعش، يروح يرجعها اخر السنه اخر الموسم ويرجع تاني. اتاري المخزن اللي تحت ده مخزن بتاعت الحاجات السنه اللي فاتت. ولبس الخروج متعلق جدا بالفاشن، فلو خد حاجه السنه اللي فاتت اللي هي موضه السنه اللي فاتت عمرها ما تتباع. وهو راجل ما كانش ساعتها فاهم في الفاشن الحقيقي، الكلام ده سنه 85. فساعتها قرر ما يشتغلش في حاجه فيها فاشن. وانا كمان كشخص ما بنشتغل، يعني البيجامه اكيد فيها فاشن عشان بس تيم الفاشن عندنا ما يزعلش، ولكن لو انا جبت لك بيجامه السنه اللي فاتت وبيجامه السنه دي مش هتبقي متضايقه قوي من بيجامه السنه اللي فاتت. مش هتحسي ان في مثلا الاوفر سايز مثلا بتاع السنه دي، مثلا الموضه اوفر سايز تي شيرتس في اللبس الصيفي. البيجامه ما فيهاش كده، فيها ترند كولر، فيها ترند طباعه، فيها ترند تطريز. بس لو جبت لك بيجامه السنه اللي فاتت مش تتضايقي وهتشتريها عادي. فساعتها والدي ما بقى حابب انه ما يشتغلش في حاجه فيها فاشن، وانا بالتالي يعني شربت الحته دي منه برضه. خلاص قررنا احنا نشتغل في البيجامه، ما نطلعش بره. وفي ناس كتير تقول لي ما انت عندكم 20 محل بيخش لكم الاف من البشر، ما تحط بنطلون جينز، ما تحط بلوزه حريمي. لا، انا ثابت على دي، يعني متعلمتها من والدي الصراحه، ان انا متخصص في حاجه مركز فيها. ده اللي انا عملته. انا جيت لقيت والدي عامل سوفت وير، راجل عنده ساعتها كان عنده 60 سنه، لقيته عامل سوفت وير بيمانج بيه المحلات. بعد كده انا عملت امبلمنتيشن لسوفت وير تاني، كان حاجه لوكال. وبعد كده جيت في 2016
صحيح السوفت وير ده كان معمول بفي بي ان تانلز ما بين الفروع بتاعتنا، فبقت التشالنج ازاي نتغلب على ده. عملنا امبلمنتيشن لسوفت وير جديد ان هو معمول على ويب بيزد ابلكيشن، مش محتاج في بي ان تانلز تبقى موجوده. لو رجع بيا الزمن هعمل السوفت وير ده تاني، هعمل السيستم ده تاني، هعمل الدوره المستنديه دي تاني، عشان بشوف ان نجاح اي بزنس انه يكبر او ان هو يتطور في وجود سيستم. وكلمه سيستم دي في مصر احنا عندنا بتبقى واسعه شويه، بس كلمه سيستم اللي انا اقصدها دوره مستنديه قويه بتبين كل واحد دوره ايه في الشركه وايه الخطوه اللي يمشي عليها، في مخازن، في فروع، في اي كوميرس، في كونتنت كرييشن. كل واحد عنده زي قضيب قطر بيمشي عليه. انا شخص نمطي شويه، فيعني بحب التكرار، وبحب عندي حاجات في حياتي، ثوابت في حياتي. برضه البيزنس عندنا كده، احنا بنعمل اللي بنعمله كل سنه، ما بنقللش منه. ان احنا كل حاجه بنعملها كديزاين، كبرودكشن، كتصوير، كانتاج، ككل حاجه بنعملها عندنا اوقات وديدلاينز وكريتيريا وكي بي ايز ثابته لكل حاجه. يعني كل سنه بنصور الكوليكشن بتاعنا في تركيا في مكان احسن من اللي قبليه. البرودكشن بنبدا الشتوي قبليه بسنه عشان ناخد وقتنا في الديزاين وفي البرودكشن. المخازن كل فتره معينه بنكبر مخازننا عشان تستوعب حجم الجث اللي بيحصل في الفروع. الفروع عندنا ديزاين معين بنقدر نمشي عليه، فاحنا كونسيستنت قوي في اللي احنا بنعمله. ده نقطه. والنقطه الثانيه دايما بنطور. يعني انا بؤمن دايما من لا يتجدد يتبدد. كل يوم في جديد. انا طلعت في السوق لقيت ناس كبار في السن 50 و60 سنه وبجد شطار جدا في السوق. للاسف الناس دي النهارده مش موجوده في السوق. ليه؟ مفيش اي تكنولوجي دخلت جوه البيزنس بتاعهم. الريتيل النهارده والريتيل والفاشن بيزنس مش مجرد لبس بنعمله. النهارده انجح براند في العالم، من انجح براندز في العالم، زارا عندهم كميه تكنولوجيا بيستخدموها في بيعهم، من اول الار اف اي دي ان هم بيقدروا يعرفوا ايه المنتج اللي بيتباع وبيغيروا اللوكيشن جوه الستور، من اول الاي كوميرس بتاعهم والموبايل ابلكيشن بتاعهم ان انت بتخش الستور ترجع الحاجه، ما بتاخدش فاتوره، كل حاجه على الاب. كل ده الناس فاكره ان هي البلوفر الحلو ولا البنطلون الحلو، لا، هي اكسبيرينس كامله من اول الديزاين بتاع البلوفر لغايه الاكسبيرينس بتاعتك في المحل بالتكنولوجي اللي هم بيستخدموها. كنت لسه في انجلترا، مفيش كاشير، كله سيلف تشيك اوت، بتحط الحاجه على السيلف تشيك اوت وبتمشي. في محل زي في لندن عليه كميه كيوينج رهيبه، لو قعدوا عملوا كاشير عايزين 50 كاشير، بس هم عاملين 20 سيلف تشيك اوت. فلازم ان يبقى عندك استمراريه في الكواليتي وفي الكي بي ايز وفي الانتاجيه بتاعتك والديزايننج بتاعك، وفي نفس الوقت لازم تطور في شركتك، لان احنا شايفين يعني كل يوم في حاجه جديده. احنا قبل الكوفيد ما كنتش تعرفي تو اس، كنا 3 محلات. انا مش مؤمن قوي بالحظ، بس مؤمن ان الشخص يكون مستعد للفرصه. احنا قبل الكوفيد ليا حد صاحبي قوي مصطفى مجدي بتاع بالما، قال لي لازم تبيع اي كوميرس، لازم تبيع اونلاين. قلت له مستحيل حد يشتري بيجامه او ملابس داخليه اونلاين. قال لي لا صدقني لازم، مش لازم. مش قلت اجرب. عملنا ويب سايت، عملنا فيسبوك بيج، وبدانا نبيع. وكان عندنا يعني نقول بدايات اوبريشنز وبدايات اي كوميرس تيم مستعد انه يبيع اي كوميرس. طبعا ساعتها كان مفيش انفايرمنت قويه، ما كانش فيه الا بوسطه بس، هي شركه الشحن الوحيده اللي كانت موجوده بتعمل اي كوميرس كورير ومتخصصه فيه، مش بتعمل يعني، كان في شركات تانية بس بتعمل كل حاجه، لكن بوسطه كانت بتعمل ده بس. فدي كانت حته في الانفايرمنت. ما كانش فيه ميديا بايرز شطار، ما كانش فيه ناس بتصور كونتنت شطار، ما كانش فيه كل الانفايرمنت الموجوده النهارده اللي بتخليك ان انت تعمل ويب سايت شوبيفاي في 5 دقائق وتعمل فيسبوك بيج وتبيع في اليوم 50 100 اوردر. فاحنا ساعتها كانت اول تشالنج الكوفيد جت، المحلات قفلت، الاستاف ما بيجيش. احنا ساعتها ما خدناش اجازه في العيد الصغير ده انا فاكر، قلبنا نظام التكويد جوه الشركه كله باللون والمقاس. كان زمان الموديل كله بنعتبره اس كيو واحد، لكن بعد كده في العيد ده عشان نقدر نبيع على ويب سايت ويبقى الزبون شايف ايه اللون الموجود وايه اللون اللي خلصان وايه المقاس اللي موجود وايه المقاس اللي خلصان، قلبنا تكويد الشركه كله للون ومقاس وعملنا ويب سايت. وساعتها في الكوفيد الحمد لله، بدل ما كانت كل الناس بتعاني ان مفيش بيع، احنا كنا الناس قاعده في البيت فعايز تلبس بيجامات. كنا ساعتها في 2019 لو تفتكر ما كانش في حد في السوق كله عنده بلاتفورم اي كوميرس بيبيع هوم وير. احنا كنا الشركه الوحيده اللي يعني بتفت قوي المشكله. الناس قاعده في البيت عايزه تشتري، مفيش محلات مفتوحه. الحمد لله احنا في الكوفيد استغليناها احسن استغلال، ومن ساعتها انطلقنا بقى. كان معانا الحمد لله، بعنا فتعرفنا
فتحنا في مدينتي، فتحنا في اوبن اير، فتحنا في مول اوف ايجيبت، ساعتها اتعرفنا وكبرنا. فاستغلينا المشكله دي، وعلى النقيض ناس تانية قفلت وما كملتش خالص وما عملتش حاجه. دي اول نقطه. تاني نقطه، وقت مشكله الدولار والجنيه وكده، احنا برضو استغلينا النقطه دي، ان احنا بنصنع في مصر، السبلاي تشين بتاعنا كله مصري. المولز كانت بتفضل من البراندز الكبيره اللي بتبيع ملابس بيت، يعني احنا براند مصري بتصنع في مصر والسبلاي تشين كله في مصر. استغلينا الفرصه دي ان احنا دخلنا المولز، كبرنا محلاتنا اللي في المولز، استغلينا دي وقلنا المول خلاص، انت المحل الكبير ده هيقفل وهتبقى مشكله بالنسبه لك في معدل الاشغال اللي عندك. لا، احنا كبراند بنصنع في مصر وعندنا اسم، هنخش المولات ونكبر المحلات بتاعتنا، ونقدر نعوض عدم وجود المنتج المستورد. على الرغم من ده، كانت كل ما الدولار بيطلع الناس تقول لك لا انا هقفل، انا مش هبيع. لا، احنا كنا شغالين وبنكبر. فاستغلينا برضو الازمه اللي حصلت دي ان هي تبقى فرصه ان احنا نكبر. فالحمد لله احنا سنه الكورونا كبرنا جدا جدا، سنه 2023 كبرنا جدا جدا جدا، و24 كبرنا جدا. الواحد لازم يشوف في المشكله فرصه ان هو يقدر يعمل بيها. انا مقتنع ان الاونلاين مهم جدا جدا جدا، سواء كبيع او كماركتنج، والفروع مهمه جدا 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 على الارض، والاسم البراند في السوق. حجم التجاره الالكترونيه في مصر تقريبا لا يتعدى 3 ل 5%، وده حجم صغير من اجمالي حجم السوق. لو كان زمان الناس بتفتح المحل تقول يا فتاح يا عليم يا ازيك يا كريم، وتخش قدام المحل كده ويبدا يبيع. النهارده صعب جدا. النهارده لو ما عندكش اونلاين سيلز تشانل تعمل بيها تسويق قوي للبراند بتاعك ولمنتجاتك، مش هتبيع حاجه. ولو انت فاتح اونلاين بس، هتواجهك برضو مشاكل، يوم الوقفه، يوم العيد، الكلام ده كله يعني ممكن يكون في اجازه ساعتها، فمش هتعرف تبيع. فالنهارده الاثنين بيكملوا بعض. بص، انتوا عاملين داشبورد ظريفه قوي بتورينا الاماكن اللي احنا بنوصل فيها الاوردرز فين، واعلى منطقه بنوصل فيها ايه، واعلى سكسس ريت ايه، واعلى افريج باسكت سايز ايه. كل الكلام ده بتشوفه على الداشبورد من عندكم. انا لولا ان انا عندي ببيع اونلاين وعندي الداشبورد دي انتم موفرينها لي، بتعرف فين افتح. يعني مثلا افتح في المنصوره، افتح في الزقازيق، افتح في اسيوط. انا شايف من على الداشبورد عندكم ان المحافظات دي بعد القاهره اقوى محافظات. فمن غير ما يكون عندي سيلز اونلاين سيلز شانل، هبقى ماشي بفتح عمياني، ما انا مش عارف. بس الاونلاين كتجربه رخيصه، مش غاليه، مش بيحتاج كابكس، مش بيحتاج محل، مش بيحتاج ايجار، بيحتاج اعلان ب $50 تحطه وتشوف هيعمل لك ريتيرن ROI كام. عمل لك ال $50، عملت $500 سيلز، يبقى اوكي، يبقى المكان ده كويس اقدر افتح فيه. فانا بشوف ان الاثنين بيكملوا بعض جدا جدا جدا. ولازم يعني التواجد اوف لاين بيقوي الاوبريشنز بتاعت الشركه جدا. انت في الاونلاين برضو ممكن في يوم تقفل الادز، خلاص ما عندي، احنا اوت اوف ستوك، انا النهارده مش هنطلع اوردرز، عادي ممكن اطلع اوردر بكره، العميل يبعت لي مسج ارد عليه كمان ساعتين. لكن في الاوفلاين العميل بيبقى قدامك، فبيقوي جدا الاوبريشنز بتاعت الشركه. بس فالاثنين بيكملوا بعض الصراحه. ان انت ما بتلاقيش في مكان واحد تحت سقف واحد. في مصر براند بتبيع لبس بيت حريمي ورجالي واطفالي تحت نفس السقف في نفس المكان في المولز. يعني لو قعدنا نفكر هتلاقي في براندات متخصصه قوي في ملابس البيت الاطفالي وشطار جدا، في براندز متخصصه في ملابس البيت الحريمي وشطار جدا جدا، في ناس شغالين في الرجالي، بس مفيش مكان بيجمع الثلاثه تحت مكان واحد. فدي بتبقى شويه بتريح العميله بتاعتنا، خصوصا ان احنا السيجمنت بتاعنا حد من 28 فيما فوق متجوز ومخلف. فست ملي معاها اطفال، بتنزل معاها اطفالها، هيجري منها، هيروح هنا هيروح هنا، فهي عايزه تخش مكان واحد تقدر تشتري منه كل الحاجات اللي هي محتاجاها. فاحنا الحمد لله ده بنوفره عندنا برضه حاجه لطيفه. احنا الباك جراوند اللي جاي منها زمان، ايام ما كانت محلاتنا صغيره، كان نظام الريون زي التوحيد والنور كده، تلاقي ريون وراكي في الحاجه، تلاقي الرفوف وراكي، والبياع والريون اللي هو بيحط عليه حاجه كده، بص يا ست الكل معايا. فاحنا جايين من الباك جراوند دي، فالباك جراوند دي بتخلينا نعرف نعمل كاستمر سيرفيس كويسه. دلوقتي محلات تو اس كلها حاجات متعلقه عشان مولز وكده ومحلات اكبر شويه، فكره الفولدد بيشيل كميات اكبر، فكانت محلات صغننه عايزين نحط فيها كوانتيتي اكتر، فكلها تبقى فولدد ومتطبقه فوق بعضيها. لكن لما تيجي الهانجنج ديسبلاي بياخد كميات اقل، بس كبرنا المساحات فبقى عندنا الامكانيه ان احنا نعمل الهانجنج ديسبلاي. بس ستيل عندنا نفس فكره الكاستمر سيرفيس. ان نقطه ثانيه في الاكسبيرينس عندنا، بنستخدم شويه تكنولوجي ان احنا نقدر نريتين العميل. احنا عندنا حوالي 54% اونلاين ريتيرنينج كاستمر، وعندنا اكتر من 75% اوف لاين ريتيرنينج كاستمر. ده بنعمله ازاي؟ عندنا لويالتي بروجرام اسمه شكرا كارد. اما بتخشي تو اس تشتري وبيجي لك مسج فيها لينك فيها شكرا كارد بتاعك، تقدري تجمعي بوينتس وتستخدميها. عدد السيلز بيبل اللي عندنا جوه المحلات
عدد كبير جدا عشان ان احنا نقدر نعمل سيرفيس كويسه. دي في الحته الاوفلاين. الحته الاونلاين عاملين ريتيرن فان بوليسي كويسه. انتوا عندكم ميزه ما اعتقدش ان هي موجوده عند شركه شحن تانية، فكره البيك اب، ان انت بروح اعمل بيك اب او بعمل اكسشينج مع العميل. دي بصراحه مريحانه جدا جدا جدا. انا بروح اوصل شحنه واخد منه شحنه وبقوم كاتب له الديسكربشن الشحنه اللي هياخدها. فدي عامله اكسبيرينس للعميل كويسه جدا. مشاكل الاي كوميرس في مصر مبنيه على عدم الثقه من العميل والبيزنس اللي بيشتري منه. فانا النهارده لما اقول له انت عندك ايزي اكسشينج وايزي ريفند، وبيلاقي ان هو بيطلب مره وبيبدل ويرجع ويلاقي المندوب بتاع بوسطه جاله وخد منه الحاجه ورجعها له، فكل ده بيخلي الاكسبيرينس بتاعت العميل لطيفه سواء اوفلاين او سواء اونلاين. وبرده نقطه ان العميل يطلب الحاجه تجيله ثاني يوم او ثالث يوم بتخلي برده الاكسبيرينس بتاعت الاونلاين بتاعته حلوه، فخلاص هو ممكن ما نزلش الفرع. فيعني دي كلها النقط اللي احنا الحمد لله مساعدينها. اللي بصراحه بيساعدنا في بوسطه ان الموضوع متعلق باوبريشنز ومتعلق بثيرد بارتي اللي هو المندوب قاعد في الشارع في درجه حراره عاليه في بروده، كتر خيره ان هو يعني الناس مفحوته، ويجي لك واحد في حراره 45 وبيجي لك واحد درجه حراره 12 و5 بيوصل الاوردر. فدي ناس على الارض، فاكيد كشخص طبيعي كبني ادم ممكن يغلط. كان زمان ممكن تحصل مشكله عندنا في بلاك فرايدي. النهارده بوسطه بصراحه يعني بقوا سكيلبل، بقوا في نقطه السيزون، بقوا في نقط السيزون بلاك فرايدي اللي وقفه رمضان. بقى الراجل النهارده شايف هو داخل على ايه وبيحضر له من بدري. حتى قلنا انت عندك كام شحنه، اكسبكتنج كام شحنه عشان احضر مناديبي. بقى في نظام كويس جدا. والحلو برضه في بوسطه ان هم بيفكر سكيلبل. يعني النهارده عنده اكس من الشحنات، بكره يبقى عنده 100 اكس من الشحنات، مش هيقعد بقى يزود عماله. النهارده هو بيستخدم تكنولوجي في نقطه السير ده هيعمل سورتنج للمناطق، هتوفر عليه بدل ما هو محتاج اشخاص اكتر، هيلاقي ان السير ده بيساعده جدا. فاحنا بنشير مع بوسط حته ان ازاي سكيل بافراد اقل، لان افراد اكتر يعني اخطاء اكتر. يعني احنا المخزن ده كله راند باي ار اف اي دي، عندنا تكنولوجي اسمها ار اف اي دي راديو فريكونسي ايدنتيفيكيشن. بنقدر ان احنا نوجد المخزن ده كله من غير ما المس القطعه، من على بعد 10 متر 15 متر عن القطعه بقدر اعدها كلها. طب ما انا كنت ممكن اوفر فلوس الانفستمنت حطت في الار اف اي دي وان انا اجيب ناس، بس لا، احنا بننفست نطور الحته دي وندفع عليها فلوس كتير جدا جدا جدا. بس في الاخر انا النهارده عندي عدد عماله بالنسبه لحجم الاوبريشنز اللي عندي اقل من اماكن تانية كتير. ازاي بنعدي البضاعه دي على بوابه بتتعد من غير ما حد يلمسها، وازاي وهي طالعه بتعدي على بوابه فبتتعد، ازاي بنimplement ان شاء الله دلوقتي السيلف تشيك اوت ان الزبون هيحط البضاعه في بوكس هيسكان ويطلعه. فكل دي حاجات بنفكر ان احنا ازاي نسكيل بتكلفه، وبنشير الفيجن دي مع بوسطه الصراحه. فهي بتبقى علاقه ناجحه الحمد لله. هيبدا بزنس لازم يكون طبعا فاهم هو بيعمل ايه، يعني يتعلم في مكان قبل ما يبدا وينفست فلوس. ده حد يبدا عشان يسكيل لازم يبقى عنده اس او بي قوي وعنده سيستم. كلمه سيستم، احنا هنا في المخزن هتلاحظي كل رف عليه باركود، كل عربيه عليها باركود، كل جهاز عليه باركود، كل قطعه عليها باركود، كلهم بيسلموا بعضيهم. هو في نظام واضح يمشي عليه. البضاعه دي بتطلع من هنا تتحط في الاوت باوند اريا، من الاوت باوند اريا كارد ديليفري شيت يسكنها يسلمها للعربيه. العربيه بيتعمل لها سيل، تقفل بسيل اللي يفتحه مدير الفرع. الكلام اللي انا عم اقوله ده كله اس او بي واضح. الكلام ده مش في المخازن بس، الكلام ده في التعيينات. احنا بنعين بينزل بيتحط على السيستم، بياخد اورينتيشن، بيستلم حاجته، بيستلم الاي دي، في دوره واضحه لكل حاجه جوه البيزنس. فاللي عايز يسكيل لازم يبقى عامل دوره مستنديه واضحه لكل اسبكت في البيزنس. في الفاينانس انت النهارده عندك وركينج كابيتال مثلا 100 مليون جنيه، طب انا عايز ابيع ب 400 مليون جنيه وانا الكوكس بتاعتي 50%، فانا عندي كده كسور في الوركينج كابيتال بتاعي 100 مليون، هفنده ازاي؟ برضه لازم يكون عندي سيستم انا ازاي بدخل راس مال. كل الكلام ده لازم يكون عند الشخص قبل ما يفكر يسكيل البيزنس بتاعه. انا يعني بشوف ان لازم نستخدم التكنولوجي في كل حاجه في البيزنس. بنستخدم شويه تكنولوجي في فروعنا. بنقدر باي كاميرا، اي كاميرا موجوده عندنا، مش لازم اي نوع كاميرا، ان احنا نركب اي اي ترين بروجرامز عليها، نقدر نعد بيها الاشخاص اللي بيخشوا الفرع، نقدر نعمل لهم سيجمنتيشن، ده راجل ولا ست، محجب مش محجب،
وبناء على الارقام اللي بنطلعها كام واحد دخل الفرع وفي كام فاتوره طلعت من السيستم، نقدر نحسب الكونفرجن ريت بتاعنا. اقدر اعمل بقى بالكاميراز دي اي حاجه، اقدر بنحسب حاجه اسمها كيومنج تايم على الكاشير. انا ليه قلت هعمل سيلف تشيك اوت؟ عشان لقيت ان في البلاك فرايداي بتاعي بيقف الزبون 14 دقيقه. طب انا عرفت ازاي ان الزبون بيقف 14 دقيقه؟ الكاميرا اللي فوق الكاشير بتجيب وش البني ادم تشوف وقف جوه المربع ده، دخل المربع ده امتى وخرج منه امتى بتاع الكاشير. فلقيت ان الزبون بيقف 14 دقيقه على الكاشير. احنا مش زارع عشان الزبون يقف لي 14 دقيقه، اكيد الزبون هيسيب الحاجه ويمشي. انا شايف ان دلوقتي الواحد لازم يستغل الاي اي، بس انك تستغلها صح. لو هوصف تو اس في كلمه واحده، كونسيستنسي. يعني احنا كونسيستنت جدا في كل حاجه بنعملها. برضه مرتبطه بالكونسيستنسي استمراريه السعي تعني حتميه الوصول. انا بؤمن جدا بالنقطه دي. يعني مراتي مره خلتني اتفرج على فيلم شاوشانك ريديمشن، ان هو فضل بمعلقه بيحفر لنفق خرج منه، وبعد كده هو كان حد مسجون وخرج للحريه. انا بحب قوي الفيلم ده، ومراتي بصراحه اللي فرجتني عليه، ما كنتش عارفه قبل ما اتجوز. فانا بؤمن جدا جدا بالفيلم ده، ان انا كل يوم لو عايز احفر الطوبه الحيطه دي، عايز اخرمها ان انا كل يوم هشيل منها حته صغيره. فانا كل يوم احنا بقالنا 5 سنين في الار اف اي دي بروجكت، بجد 5 سنين كل يوم بنعمل حاجه، كل يوم وبتتكعبل وبنقف قدام مشاكل استيراد وبنقف قدام مشاكل جمرك. بس كل يوم بنقوم من النوم الصبح بنعمل ان شاء الله خطوه عشان نوصل اللي احنا عايزينه. فانا بؤمن جدا باستمراريه السعي تعني حتميه الوصول. النكست ستيبس، هو انا عايزين نكبر المخزن ده عشان بقى صغير علينا. واحنا حاليا 20 فرع، ان شاء الله عايزين نوصل خلال 3 سنين الجايين ل 50 فرع. الفرع الواحد 1000 متر. احنا فاتحين حاليا في المغرب اونلاين بس، عايزين نفتح اوفلاين في المغرب، وعايزين نكون يعني اكبر شركه مصريه بتبيع لبس بيت في مصر، من حيث بقى المحلات وعدد الفروع والاي كوميرس وكده ان شاء الله.